ايه هو الكانسر او السرطان؟ انا عملت فيديو قبل كده بس كان من غير صوت، فممكن ما يكونش كان واضح قوي، فعملت الفيديو ده تاني عشان نعمله بصوت. لو عجبكم قولوا وان شاء الله نعمل فيديوهات تانية كتير عشان نفهم الناس، اي حد يقدر يفهم حتى اللي ما عندوش اي خلفية. هنضربه بمثل بسيط قوي. تخيل ان احنا مجموعة مع بعض ماشيين رايحين لمكان معين لغرض معين، والمجموعة دي ليها ليدر ليها، هو اللي يقولهم اعملوا ايه، روحوا فين، تعملوا ايه، امتى، وكل حاجة. جه واحد من المجموعة ده، احنا ماشيين مثلا ستريت، دخل يمين، الليدر يقوله ارجع للمجموعة، ما يرجعش، اعمل كذا، ما يعملش، وماشي في طريقه الغلط يقوله وقف، ما بيقفش. هو بالظبط كده الكانسر. المجموعة اللي اقصدها هنا هي الخلايا بتاعتنا بتاعت الجسم. اي عضو في الجسم هو عبارة عن مجموعة خلايا بيمشوا بنظام معين، بسيستم معين، في حاجات هي اللي متحكمة بتكنترول على نظام الخلايا دي، فبتبتدي خلية تمشي عكس اللي المفروض تمشيه وتنمو بطريقة غير طبيعية، تبتدي تكبر تكبر تكبر. اللي احنا كنا قايلين عليه الليدر في الجروب اللي كنا بنضرب بيه المثل دلوقتي، يبتدي يقول لها ستوب او بطلي نمو او ما تزوديش عن كده. هي ما بتسمعش اصلا الكلام وشغاله تزود تزود في النمو بتاعها من غير اي ستوب. تبتدي ما تعملش اصلا الشغل بتاعها، واحده واحده تبتدي ما تعملش الشغل بتاعها، تكبر، يبقى حجمها زياده عن الطبيعي، واحده واحده العدد يزيد، يبقى العدد والحجم زياده عن الطبيعي، شويه شويه الى الخصائص بتاع الخلايا نفسها تبقى مش شبه اللي المفروض تكون عليه، يعني شكلها بيبتدي كمان يتغير، تبتدي زي ما نقول بتتسول على الخلايا اللي جنبها، تاخد زي ايه، يبتدي تاخد منها. إيه مشكلة الكانسر؟ ان هو خلية من دي ممكن تغزو، بنقول ايه، تغزو الخلايا تانية تحولها لكانسر هي كمان، فتبتدي تتغير بدورها. فده يعني ابسط شرح للكانسر او السرطان. طبعا في كلام كتير قوي ازاي ده بيحصل، ازاي الخلية طبيعية تبتدي تتحول لكانسر، ازاي بتكبر، ازاي بتبقى يعني مش ازاي بتبقى يعني ايه نقدر نقول يعني شردت عن الطبيعي. كل ده حاجات فيها تفاصيل كتير قوي، لو حابين قولوا وان شاء الله نعمل فيديو تاني، والسلام عليكم.